الأولين كان إذا أعجبهم شيء يقولون كأنك راكب طيارة. اليوم خطوط السعودية صارت تنظم حملات حج وعمرة. خلونا نشوف كيف مخيمهم، هل فعلا كأنك راكب طيارة؟ مشينا. وهذا ريسبشن الخطوط السعودية، وهنا مناديلهم المعطرة اللي تشتهر بها الخطوط السعودية. من يوم تدخل المكان وانت تشعر بكل تفصيل من تفاصيله لأنك فعلا في طيارة من طيارات الخطوط السعودية. في المخيم فيه 1400 حاج، لكن التفاصيل اللي في المكان من أجمل ما يمكن. حتى الموية تجيك هي مو أنت اللي تروح لها. احنا الآن في مقهى من 10 مقاهي في المكان، ومطعمين ومجلس ومسجد. على مدار الساعة هذا المقهى شغال بأرقى خدمات مقدمة بما يتناسب مع الخطوط السعودية. عشتي كل جناح مرقم بنفس أرقام الخطوط السعودية، واللوحات كأنك تنظر من نافذة طائرة من طائرات الخطوط السعودية. احنا الآن في المكان اللي يسمونه المجلس، ويطل على المشاعر المقدسة. المكان كأنك في لوبي فندق 5 نجوم، لكن احنا ما بغينا نصور المكان حفاظا على خصوصية الحجاج. كذلك ما صورنا أجنحة النوم حفاظا على خصوصية الحجاج اللي صممت غرف النوم وكأنك في طائرة من طائرات الخطوط السعودية درجة أولى. هنا التجهيزات على أساس يستقبلون الحالات الطارئة، حتى جهاز الإنعاش القلبي موجود على أساس يسعفون الحالة قد ما يقدرون قبل لا ينقلونها للمستشفى. وإن شاء الله إن شاء الله إنه ما في أي حاج يحتاج إن شاء الله هذه الأجهزة، ويرجعون لبلدانهم بصحة وسلامة. نبقى جاهزين طول الوقت إن إحنا لأي إسعافات أولية أو أي حاجة محتاجها المريض، ولو لقينا حالة محتاجة مثلا ادميشن أو حاجة في المستشفى بنحولها على طول.